تخيل معايا كده واحد من سنة 1920 صحي النهاردة ولقاك ماسك حتة حديدة اللي هو الموبايل، وبتكلم واحد في آخر الدنيا فيديو. تفتكر هينبهر ولا هيقولك أنا كنت متوقع أكتر من كده زمان؟ زمان الناس كانت خيالاتها طايرة في السماء، وكانوا شايفين إن سنة 2000 وما بعدها هتبقى عبارة عن مدن فوق السحاب وعربيات بتطير. تعالوا نشوف هما كانوا مستنيين مننا إيه. من أول القرن العشرين والرسامين والكتاب ما كانش وراهم سيرة غير إن الشوارع هتفضى والزحمة هتبقى في السماء. هنري فورد مثلا قال سنة 1940: افتكروا كلامي، الطيارة والعربية هيتحدوا بعض، لدرجة إن هم رسموا بوسترات لعمال البريد وهم بيوزعوا الجوابات بالجيت باكس. المفاجأة بقى إننا في 2026 ولسه بنقف بالساعات على الدائري وبنستنى الميكروباص. الخيال غلب الواقع. زمان كانوا بيتوقعوا إن الروبوتات هتطبخ وتغسل. كاتب الخيال العلمي إسحاق أسيموف في سنة 1964 توقع إن البيوت هتبقى أوتوماتيك بالكامل، وإننا مش هنحتاج نطبخ، الأكل هيجهز بلمسة زرار.